تعالي أقول لِك الجو ساقع وعايزين حاجة كده مسكّرة وتدفّينا، تعالي نعمل البليلة بالكنافة حاجة كده معتبرة. يالّا بقى نسمّي بسم الله ونصلّي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ونخش على الطريقة الجميلة الحلوة اللي هناكل ونتدفّى. هنا أنا جِبت ربع كيلو من القمح دوّة بيتباع عند العطار، بتنقعيه قبلها بيوم أو قبلها ب6 ساعات، 4 ساعات زي ما تحبّي. وغسلت 3 معالق كده من الرز، غسلتهم وحطيتهم معاها، تمام. هنا خلاص كدهوّة أنا هابتدي بقى إن أنا أصفّيه من المَيّة ديّة، وهنبتدي نحط مَيّة على النار أو حلة على النار فيها مَيّة، وابتدي أنزّل فيها القمح بتاعي دوّة، والرز فيها تكون المَيّة بتغلي واحطهم، وابتدي أقلّبها بقى ونستنى عليها غلوتين 3. لو أنتِ مش مستعجلة سيبيها تغلي كده بعد غلوتين 5 دقايق، وبعدين اقفلي عليها الغطا وسيبيها بقى من بالليل للصبح هتلاقيها فشّرت معانا وشربت المَيّة بتاعتها واستوت كمان. لو أنتِ بقى مش يعني إن أنتِ مش مستعجلة سيبيها على النار لحد لمّا تستوي خالص، تشرب المَيّة بتاعتها وتلاقيها فشّرت كده والرز استوى واختفى وخلاص. هنا نجيب الكنافة نحطها فيها نيّة، لأ اوعي تحطيها نيّة. تعالي هاتي الكنافة كدهوّة، حبّة يعني حوالي ربع كيلو، أنا باحطها واحطها في الفريزر، وبعدين لمّا باطلّعها بتبقى سهلة جدًا إن أنتِ تكسّريها. خدت جزء منها كده وابتديت إن أنا أفرُكه، وهاحط عليها معلقتين 3 من السمنة البلدي وادخّلها الفرن، يعني تاخد لها 5 دقايق 10 دقايق بس في كل فترة كده، يعني دقيقتين 3 كده أقلّبها عشان ما تتحرقش منّي. هنا هوّة أهم شيء السمنة، السمنة لمّا بتحطّي لها سمنة بلدي وريحتها بتبقى حلوة ومفحفحة ولونها بيبقى جميل، قلّبيها كده وحطّيها بقى في الفرن 5 دقايق 10 دقايق هتلاقيها بقى بقت متحمّصة معانا ولونها بقى دهبي، وما تطوّليش عليها في السِوَى عشان ما تتحرقش منِّك. هنا أهوّة حطّيت بقى صحيت بقى من النوم، حطّيت ال القمح بتاعي استوى أو البليلة، حطّيته كده على النار، زوّدت عليه شوية مَيّة وحطّيته على النار. أنا ما باحبش أستخدم كل القمح بتاعي إن أنا أحط فيه اللبن، فأنا قسمت نُصّه زي ما أنتم ما شاء الله كده شايفين الكمية كبيرة، فحطيت نُصّه كده اللي أنا هاستخدمه، بدال ما أحط فيها اللبن وأدخّلها التلاجة وأخرّج من التلاجة فبتكرف من التلاجة. فأنا حطيت بقى النُص ده حطيت عليها كوباية إلا ربع من السكر، أنتم التحلية زي ما أنتم تحبوها، وابتديت إن أنا أحط عليها الحليب بتاعي أو اللبن بتاعي، يعني حطّوا حليب بكمية حلوة وكيس فانيليا. عشان البليلة بتحب اللبن. فإحنا حطينا بقى خدت غلوة كده على النار، والجزء التاني أهو في حلة تانية اللي هو من غير لبن حطيته كده على جنب. لمّا نعوزه تخلص الكمية بتاعتنا دي، أبتدي إن أنا أخرّجها وأسخّن وأحط عليها اللبن، بسيطة وسهلة وجميلة كمان. هابتدي بقى أعبّيها في بولة كبيرة كده ولمّي عيالِك حواليكِ أو الحلة يعني، أو تحطي في الأطباق لكل واحد. طبعًا يعني كل واحد بيحب حسب ذوقه، اللي بيحب بالكنافة واللي بيحب بالمكسرات واللي بيحبها سادة، فأنتِ شوفي أذواق عيالِك أو أنتم بتحبوها إزاي واعمليها. أنا هنا حطيت في طبق كده عليه الكنافة من فوق الوش، وحطيت شوية مكسرات أو سوداني أو زبيب أو جوز هند زي ما تحبي، وممكن ما تحطيش خالص، تمام. حطيناها بقى وتقدميها بقى سخنة كده وجميلة، وكمان الكنافة بتديها طعم وقرمشة رهيبة، حاجة كده تدفي في عز التلج اللي احنا فيه دوت، وحاجة حلوة قوي. لو اتفرجت لحد دلوقتي في الفيديو ما عملتيش لايك هزعل منك جدا، اعملي لي لايك كده حلو، وقولي لي بتتابعيني من انهي بلد وبتسموا الاكله دي عندكم ايه. حاجه كده مفتخره. لو عجبك الفيديو بقى اوعي تبخلي عليا ان انت تشتركي في الصفحه بتاعتي وتعملي لايك وكومنت حلو زيكم، وتشتركوا في قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجه انا بعملها، واعملوا مشاركه ومنشن لاصحابكم.